السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا النهارده روتين جديد وطاقة ايجابية جديدة وحماس جديد. يعني بصوا بادئه اليوم كده من عند الطيور، يعني انا بدأت الروتين عندي كده من عند الطيور. طبعا عندي فراخ في البلكونة خلصتها وعلفتها وسقيتها وحطيت لهم طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان الفراخ البيضة بدل قلبتي على علف خشن، وبالذات في الحر في درجة الحرارة العالية اللي احنا فيها لازم يوميا ينضاف مضاد سموم الظهر، ينضاف مضاد سموم يا جماعة فترة الأيالة، ويترفع العلف من عند الطيور زي ما احنا متفقين على كده، علشان ربنا يسترها معانا في الدورة اللي احنا بنطلعها وربنا يسترها معانا في الطيور. والله انا اصلا ما كنتش يعني بص انا ما كنتش عارفة حاجة، بس كتر التكرار بيعلم الشطار، بلاش الكلمة التانية. واحنا يعني بصوا اتبهدلنا كتير، فيعني ما تعلمناش ولا خدنا المعلومة بالساهل، او ما طلعش مننا تربية صح بالساهل، بتطلع بطلوع الروح والله العظيم يا جماعة. طبعا النهارده قلت ايه، انا طبعا كان عند الطيور البط اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعه اسمه البط البيور الابيض، وفي ناس تانية بتسميه بط البحور، بس مش الشرشير البلدي. البلدي اللي هو الايه المحلي يا جماعه، ده المستورد اللي بندبح على 60 يوم. بندبح على 60 يوم ازاي يا رفيق؟ والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، ده بندبح على 60 يوم. انما انتي لو عايزه بعد ال60 يوم هتاخدي لبيتك منه ومش هتبيعي، فانت براحتك انت بقى، بس بعد ال60 يوم هو اصلا بيقفل. واللهم صل على محمد وعلى ال محمد، بيبدأ بقى يخس بعد ال60 يوم، فانت بقى بتشوفي افضل وقت ان انت تذبحي فيه وتذبحي وتنضفي فيه وتملي بيه وتملي بيتك خير. طبعا البط السوداني زي ما احنا عارفين ان هو بيقعد اقل حاجة 4 شهور، اللي بيقولك 3 شهور ده بيكدب عليكي، بيقعد 4 شهور و6 شهور يا جماعة لما نعرف نطلع منه دورة. فانت طبعا عايزه تنجزي وعايزه القرش يبقى موجود في ايدك على طول، عندك الفراخ البيضة، عندك مشروع الفراخ البلدي بتاخديه كتكوت. الفراخ البلدي علشان تكسبي فيه بتجيبيه كتكوت وبتبداي تحضني، ولو جايبه كميه كبيره بتبداي ان انت تبيعي من عمر 10 ايام، يعني من عمر 10 15 يوم بتبداي ان انت تبيعي وتجيبي علف علشان تقدري ان انت تكملي مشروعك لو ما معكيش سيوله علشان توقفي مشروعك على رجليه. اتفقنا طبعا، احنا متفقين في الحاجات ديت، وحضراتكم عارفين طبعا ان الطيور مصدر رزق يا جماعه، انا برزق منها الحمد لله رب العالمين، وربنا مبارك لي فيها والحمد لله، رضا من عند الله، ربنا يديمها عليا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. دايما احمدي ربنا على اللي انت فيه، على اي وضع انت فيه، يعني احمدي ربنا عليه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. انا زي ما قلت لحضراتكم بقى ان ده بط البحور، فكان عامل لي في الاوضه معجنه، ولازم اي طيور يا جماعه المفروض ان هي تفطر وتتعشى بره لو ما عندكيش مكان، يعني لو عندك مكان بتطلعي الطيور بره على ما تفطر وتسقيها وكده وتدخلوهم على نظافه. بس كان عند البط ده صغير فما كنتش عارفه ان انا اطلعه، لان كنت بخاف يحصل له حاجه او يدخل تحت القش ما اعرفش اطلعه وكده يعني، او يعني ايه، يعني الحمد لله لما جيت اطلع الفراخ دي دخل ديك في وسط القش، بس الحمد لله عرفت اطلعه. فانا كنت بخاف عليه، فقلت لما يبدأ يحمي نفسه بحيث لو انا عنده طيور وغراب ولا حاجة يجي عليه، فانا يعرف يحمي نفسه وانا عنده الطيور على لما يجيله يكون حمى نفسه، انما هو صغير طبعا مش هيعرف يحمي نفسه يا جماعة. جيت بقى حاولت ان انا اعرفه ما بين الاوضه، ما عرفتش ان انا اعرفه ما بين الاوضه ابدا، فلقيته بيجي اكمني بسقي من هنا من عند الخزان، فمتعود ان في ميه بتبقى هنا فبيجي جري على الميه، قمت علفته هنا وطلعت الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى عندي ايه، عندي الحته دي زي ما بقول لحضراتكم كده. طبعا بالنسبه لكنس الاوض انا مش هكنسها النهارده لان انا مش فاضيه. تمام. فجيت بقى انا معايا سكينة معجون عاملاها لتحت الطيور، عندي سكينة معجون فوق في البلكونة مع الفراخ البلدي، مع الفراخ البيضة عفوا، وسكينة معجون هنا علشان ايدي ما تتعكش وبعدين ايدي ما تتعورش. طب في عواقة يا رفية وكده، العواقة تقيلة على ايديا يا جماعة وانا ايديا تعبانة فما بقدرش امسكهم والله. كده بقى انا بقول لكم ان انا لما خمرتها بالليل وحطيت شويه ميه بدات تطلع معايا بسكينه المعجون على طول اهيت. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
قلت بقى هنضفها وارجع لكم تاني. بس جيت بقى للطيور الكبيره. الطيور الكبيره بقى عندي شايفين يا جماعه مستنيين الفراخ تبيض ويشربوا البيضه على طول، يعني كل انواع الطيور اللي هنا دي كده. فقال لا، طب رحت للدكتور. الدكتور قال لي لازم صدف يم ايمان ولازم املاح معدنيه تتحط في الميه. قلت له ماشي. اداني رتل املاح معدنيه. قال لي هم الطيور كتير؟ قلت له ما شاء الله، لان هم اصلا الفراخ البلدي مش حطاهم في حته لوحدهم، ده كل طيوري مع بعضها. فقال لي خلاص خدي رتل و5 سنتي على الرتل. قلت له ماشي، 5 سنتي املاح معدنيه على الرتل. وجبت صدف وحطيته، وقمت حطيت الدواء بغسل لهم كده القروانه اللي انا حاطه فيها الميه يا جماعه، وبقوم حاطه فيها الدواء وبسيبه لعندي تاني يوم. ايه اللي بيفيد بقى؟ لان كله ببروبه وعك برضه، فبغسله وبقوم رمياه وبحط لهم ميه ودواء جديد لعند ما اشوف هنوصل لايه. اولا بالنسبه للفراخ الفيوم، الفراخ الفيوم بتدي وزن وبتدي بيض، بس زي ما بقول لحضراتكم كده الفراخ الفيومي من نوعها طبيعه نوعها ان هي شرسه، فبتاكل البيض زي ما قلت لحضراتكم كده. اما بالنسبه للبلدي، البلد لا يعلى عليه في التربيه والبيض يا جماعه. تمام. لو انت معايا عندي دلوقتي في الفيديو، بالله عليك ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك، ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس امرا. خلاص كده عملت طيوري وسبتهم كده ياكلوا هنا ويشبعوا. كل شويه بقى كنت بغير لهم الميه، بس في نفس الوقت بحافظ على البصل علشان ما يتبهدلش، عشان الميه ما تنزلش عنده. والطيور الفراخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفراخ البلدي برضو بدأت تيجي كده، كانت خايفة الأول ورهبة الموقف، فبقت تيجي كده بقى على الأكل وتاكل كده يا جماعة. فخلاص كده عملت الطيور ده ورحت للطيور التانية وروقت عليهم كده زي ما بيقولوا. والبط هنا يعني انتوا هتشوفوه داخل الأوضة أصلا كان يعني بيحب اللعب في المية موت. البط البيور ده في بط دلوقتي بيتباع اللي هم ال10 بطات ب100 جنيه. لا يا جماعة والله انا جايبة البط ده اصلا بيجي ب50 جنيه. البطة الجوز جايباهم ب110 وب100 كمان. وبرضه واحدة صاحبتي برضه، بس هي من القليوبية، جايبة الجوز من عند الدكتور ب85 جنيه. فانا هي جايباه كاش، انا جايباه قسط بصراحة. يعني انا بجيبه وبجيلي كل اسبوع. الراجل اللي انا بتعامل معاه راجل محترم، من راجل محترم، فبتعامل معاه فبجيب لي بقى الطيور اللي انا عارفاها. يا عم انا عايزه الطيور كذا وهتسوقها امتى يا ام ايمان؟ انا هسوقها في الميعاد الفلاني، فانا عايزاها تطلع معايا، هطلع دفعه في الميعاد الفلاني ودفعه. لا خلاص اللي معايا ما ينفعكش يا ام ايمان، اللي معايا هينفعك يا ام ايمان. اقول له ماشي خلاص اتوكلنا على الله ونقوم ويقوم مديني كده. بقى جبت للطيور شويه قمح اللي هي الغله يا جماعه اللي بنطحنها دقيق، وحطيتهم هنا لهم ياكلوها، وبدلت الميه وكده. وبدات ان انا اشوف الفراخ، لان اللهم صل على محمد زي ما قلت لحضراتكم هم مستنيين الفرخه تبيض وياكلوها. يعني شايفين كانوا عاملين تجمع بقى ما اقولكوش. كده كنست وجردت وطلعت طلعت اعزكم الله السبله، احنا بنقول عليها السبله ديت بره خالص، حطيتها ناحيه شقتي كده. وقمت علشان ما اذيش حد من الريحه عامه. يعني انا ما بحبش اذي حد، لو حتى انا ما بحبش اذي حد. فقمت حطاها هنا كده الناحيه دي يعني علشان تنشف من الشمس وخلاص. امرار حمايه باخدها الارض كسباخ ويعمل بها الارض، وامرار بتفضل اللي عايز يجي ياخدها يعني عامه اهوت كده. انا بقول لحضراتكم انا حطيتها هناك كده. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وكده خلصت بقى وعلفت البط ده اهوت. حطيت لهم الاملاح المعدنيه هي يا جماعه الميه زرقاء كده زي ما حضراتكم شايفين، وحطيتها لهم كميه ميه صغيره علشان يشربوها كلها على ما اخلص. ادعوا لي كده والله عنده اوردر ما انا عارفه اطلعه، مش قادره اصلا ان انا اطلعه، فسايباها كده على الله زي ما ربنا يعمل. جيت اطلعه امبارح، فانا كنت عامله هريسه شطه هوريها معاكم في الفيديو ده. بس للاسف حرقت صبعي يعني وانا بقلبها كده، وبعد ما سويتها على النار للاسف حرقت صبعي. فانا طبعا عطلت بصراحه يعني. بس الحمد لله دي حاجه احنا ما عندناش عارفين هي كانت جايه في حاجه اكبر من كده، والحمد لله ان هي جت فيا وبعدت عن عيالي. الحمد لله رب العالمين. بحمد ربنا على اي حاجة وعلى اي حاجة كده يعني ربنا يبعتها لي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. زي ما حضراتكم شايفين انا كنت جايبة شطة من السوق 2 كيلو. الاسعار حنينة جدا يا جماعة، اسعار الخضار حنينة جدا في السوق.
فانتي شوف الخضار اللي ده ميعاده وجيبيه، ما تجيبيش حاجة مش في اوانها. يعني كل حاجة لما تحبي تفرزيها فرزيها في اوانها كده. انا كنت جايبة 2 كيلو شطة، كان الكيلو عامل 15 جنيه، لقيتها حلوة زي ما حضراتكم شايفين. وحماتي راحت لجارتنا اللي في بلد جنبنا يعني اسمها الحاجة علية، فطبعا كان عندها شطة، فقالت خدي الشطة ديت لرانيا. فقالت لها لا انا مش واخداها، قالت لها بس هي بتحب تعملها وبتاخدها منا على طول وبتسألني عليها فهي خدها. قالت خلاص. فقامت حماتي بتقول لها لا انا هتصل قالت ما تتصليش، خدي بس اديها وقولي لها ان انا بعتلها دي. وفعلا والله العظيم يعني بعت حبة محترمين، وانا اصلا يعني بحب اعملها في الوقت ده، وبتقعد عندي من السنة للسنة. يعني انا لسه عندي من عمايل السنة اللي فاتت بجيبها. في ناس بتقول انا ما بغسلهاش، لا يا جماعه، أنا اي خضار بجيبه بما اني مش انا اللي زرعاه ولا حطاه في حته معينه، فاللهم صل على محمد بيجيب تراب وبيجي عليه تراب. فانا حجيت تحت اللهم صل على النبي يا جماعه، جيت تحت ايه رفيه، جيت تحت الحنفيه يا جماعه، واللهم ذكرني، جيت تحت الحنفيه وقمت غسلاهم، وقمت شايله القمع الاخضر ده وقمت حطاه بكوبايه ميه شاي، حطاه في حله وحط عليهم كوبايه ميه شاي ونص كيس ملح من الصغيرين، وهديت عليهم النار لعند ما استووا خالص. وبعدين سبتهم لما بردوا وفرمتها في الخلاط وجبت المصفى، وقمت جايه مصفيه شايله التفل بتاع الشطه ده كله وسايبه بس المعجون اللي حضراتكم شايفينه في البرطمانات ده. وجيت حطيت شويه زيت شويه زيت على النار في حله، وقمت نازله عليها بالمعجون ده ومهديه عليه، وسبته ينشف خالص من الميه، لانه بيزرد ميه بتبقى علشان تسلكي المصفى بتحطي قيمه 3-4 معالق ميه. فعلشان ما تعفنش معاكي وتقعد من سنه لسنه لازم تنشفيها على النار. جبت طبعا البرطمانات دول كانوا برطمانات ورق عنب، ووالدتي برضو عارفه ان انا بحب اعمل الحاجات ديت، فدايما بتعينهم لي بصراحه. يعني بتعين لي اي برطمانات عندها فاضيه بتعينهم لي. فجيت طبعا كنت غسلتهم منشفتهم كويس وحطيت شويه زيت في قعر البرطمان، وقمت جايه مدوباه يعني مقلباه كده، وقمت نازله حاطه بقى من معجون الشطه بعد ما برد يا جماعه، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وقمت جايه بقى حاطه في الوش كده شويه زيت زي ما حضراتكم شايفين، وقمت كده هيتحط في باب التلاجة بقى ويقعد عندك من السنة للسنة. لو البرطمان بلاستيك اللي انت مخزنة فيه حطيه في الفريزر وما تشيلوش هم، اوعوا تحطوا البرطمانات الازاز في الفريزر لانها بتفرقع. انما ده زي ما قلت لحضراتكم كده ما تشيلوش هم. جيت بقى طبعا بعد ما خلصت ده كده ولميت شوية المواعين كده عايزة غسيل، غسلتهم وقمت جايه عملت لنا بقى. ابني قال لي يا ماما انا عايزه اشرب نسكافيه، قلت له يلا بقى اصلحنا ايه، انا دماغي كده بدات ان هي ايه تريح، فقلت احنا عايزين نصحصحها يا احمد. قال لي يلا يا ماما توكلي على الله، قلت له يلا حبيبي نتوكل على الله. وقمنا جايين زي ما حضراتكم شايفين كده وعملنا لنا كوبايتين نسكافيه، وقمنا ايه قلت بقى لما اوريكم المنظر كده يا جماعه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خلصت طبعا وقمت جايه النهارده، طبعا اليوم كان اصلا شاق عليا، فقمت جايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وقمت جايه عامله الغدا اللي حضراتكم شايفينه ده. عملت بقى كشري، قليت برنجان. البرنجان عشان ما يشربش معاكي زيت بتجيبيه تخرطيه زي ما حضراتكم شايفين كده، بخرطه تخريطات يعني صغيره، واقوم جايه حاطه في حله بلاستيك وفيه شويه ميه واحط عليهم ملح، ما بشربش زيت نهائي. يعني شويه الزيت اللي انتوا بتحطوهم في الطاسه هم اللي انتوا بتطلعيه. وجيت سلقت بطاطس ومخلل وعملت سلطه زي ما حضراتكم شايفين وشويه كشري، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب، او يحفظها من زوال ويجعل بيوتنا وبيوتكم عمرانه بالخير. وزي ما قلت لكم بحب افكركم كل مره، انتي لو عندك مكان ان انت تربي طيور ربي يا حبيبه قلبي. لو عندك مكان ل5 فرخات ربيهم، صدقيني هياكلوا حواليكي، مش هتقلقي في علفهم، وهيستروا بيتك طول الشهر. ولو حبيتي كمان ان انت تبيعي منهم فرخه ده تبع ظروفك. انا بالنسبه لي لو ربيت 25 فرخه انا ما باخدش البيت غير 5 فراخ بس، وباخدهم علشان ببقى عامله حساب مثلا فرخه لو حصل اي عزا او اي حاجه عند جيراننا، والباقي البيت.